السلام عليكم خياتي، كي راكم دايرين؟ نتمنى شراتكم كامل بخير. وصفتنا تاع نهار اليوم وصفه سهله خفيفه ظريفه بمكونات قليله. كما تعرفوا كي نخدموا حلويات العيد دائما تبقى لنا شوي من كل حاجه. غادي نلموها اليوم ان شاء الله نخدموا بها حلوى بدون طي، حلوى شباب بزاف وفي الشكل تاعها راقي. شنو نحتاجو؟ انا درت هذا البسكويت. نتوما لما كانش عندكم هذا البسكويت لموا الكاطو اللي بقى لكم قاعدك المفتت وكاع، لموا كاع باش نخدموا به هذه الوصفه. نحتاجو كميه من البسكويت على حسب اللي عندك، نحتاجو زينك العسل، ونحتاجو زبده عاديه، ونحتاجو ملعقه كبيره تاع نيسكافي تعطيها الذوق شباب. هكا من باب التغيير باش نديرو حلوه تكون شباب بزاف. اول حاجه اش غادي ندير، نجيب هذا البسكويت تاعنا نحطه هو والنيسكافي نطحنوهم مليح في الروبو حتى تولي لنا خليط يكون رطب. نولي معكم هنا بعد ما طحنت الكاطو تاعي كامل وطحنت معاه النيسكافي، طحنوا معاه النيسكافي باش يعطيك داك الذوق تاع القهوه يجي بنين بزاف. صدقوني جربوا هذه الوصفه وان شاء الله باذن الله ما غاش تندموا. طحنته لازم تطحنيه رقيق باسكو غنديره على شكل عجينه. وهنا ضفت له كميه من الكوفريت اللي يكون مطحون تاني بهذا الشكل. درت كوفريت تاع الشوكولا. هنا كان عندكم كميه من القطايف يكونوا محمصين تاني تقدروا ديروه يزيد يعطيكم الذوق احسن واحسن. ولا ما عندكمش تقدروا تستغنوا عليه وديروا غير هذه المكونات فقط اللي عندكم. دوكا نخلوه على جهه ونروحوا نجيبوا ثاني مرحله. اش نحتاجوا؟ نجيبوا الكاسرونه تاعنا على الطاوه، نحتاجوا الزبده ونحتاجوا العسل. كميه تاع الزبده والعسل تقعد على حسب الكميه تاع الكاطو اللي درتوه. انا غادي نديروا نفس الكميه. الا كان درتو 250 غرام تاع زبده ديروا 250 غرام تاع عسل. غادي نديروهم في كاسرونه ونحطوهم فوق النار حتى يذوبوا ونولي لكم. هنا بعد ما درنا الخليط كما كتلاحظوا ضروري نضيفوا فيه تدريجيا، نبردوه شويه حتى نتحصلوا على عجينه تكون متجانسه. بسم الله، غير بشويه ونلموا. على بها قلت لكم ديروه رقيق باش تقدروا تعجنوه. انا غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نعجنه ونولي معكم. هذه هي العجينه تحصلنا عليها كما كتلاحظوا، نحصلوا على شكل عجينه. انا غادي ندير النصف تاعها وانتم خلوا كيما غادي ندخل. انا نجيبوا طابي هكا ولا نجيبوا ساشي ولا الخدمه تجينا سهله. دروك نحاولوا اننا نورقوها عادي بالورقه. شكل مستطيل. هنا بعد ما حليناها كامل كما تلاحظوا درناها رقيقه بزاف. هابي قلت لكم ديروا كيس بلاستيكي. كيس بلاستيكي هو اللي تعاونكم في الخدمه به. هكا ورقوها مليح، سقطوا السطح تاعها باش الحبات يجونا كاع ملاح بهذا الشكل بهذه الطريقه. وهذه بهذه الطريقه دوك خلوها كما راها دايره، ندخلوها في الثلاجه تشد روحها ومن بعد نولي معاها. هنا بعد ما بردت لنا مليح شد روحها غير شويه، ماشي شرط تبرد بزاف. شنو نحتاجو شوكولاته اي نوعيه تبغيو تخدموا بها. نحتاجو كميه من الكاكاو اللي يكون محمص ومرحي ورقيق. هنا تقول لكم اختيار، تبغوا المكسرات لكم اختيار. ونحتاجو كميه من حلاوه الترك اللي هي الشاميه. هنايا الشوكولاته تاعنا كما تلاحظوا راها دايبه. درت غير كاسرونه فوق النار وحطها فوقها حتى دابت مليح. نحطوها فوق الخليط تاعنا بهذه الطريقه. نحاولوا نمشوها مليح بهذا الشكل، نمشوها كامل. على بها قلت لكم العجينه تاعكم لازم عليها تكون شويه مريحه وشاده روحها باش تقدروا تخدموا بها. الشوكولاته نحلوها كامل نوزعوها كامل على الكاطو تاعنا. هكا نبدلوا شويه من الكاطو سون كويسون. دائما نديروا حاجه جديده. ولفنا نديروا غفلين تاع السيليكون والشوكولا. انا هذه الطريقه تعجبني بزاف، حاولت انني نشاركها مع خواتاتي. نزيدها كميه كيما تبغي ديريها كرات وتحشيها بشويه من حلوى الترك
ولا حاولت تلميها مع شويه مكسرات وتقلاصوها حتى كتجيكم شابه بهذه الطريقه بهذا الشكل. من بعد ما كملتها كامل نجيبو حاول ترك لي هي شاميه فتوها كامل بهذا الشكل. نوعيه حلوى الترك مدت تاع الميزان شي حوالي قص ديمين ولا فيرمين. تخدم لكم الخير والخمير غير شويه شويه تخدم لكم بهذا الشكل. دابا كنزيدو كميه من المكسرات بهذه الطريقه نرشوها كامل. كنبدا بكم المكسرات تكونوا محمصينها للغايه باش يجيو بنان هاك بهذه الطريقه. نحاول اننا نسبقوها مليح بهذا الشكل. سووا مليح السطح تاعها بهذه الطريقه. ضروري نروحو مع بعض نخدموها. عابي قلت لكم ديروا كيس بلاستيكي هكا نرولوها بهذا الشكل بهذه الطريقه. نديروها على شكل سبيعات بهذه الطريقه. ما تخافوش معليش تكسرت لكم عادي عاد تخدموا بها هكا. عاد نروحكم مليح باليد هاك. هنا الصبيعات تقعد لكم نتوما على حسب الحجم اللي راكم باغينه. لا كان باغينه خشان ديروا صبيعات يكونوا خشان على حسب لي سيكا كيما تبغوهم رقاق. دبر راسكم. انا غادي نزيد دور ديالها هكا باش يجوا حبات شابين متحوفين بهذا الشكل. نقسمو بهذه الطريقه بهذا الشكل وندير صبيعات شكل صبيعات بهذه الطريقه ونحاولوا نضغطوا بهذا الشكل باش راه نبين لكم ونسووها مليح ونزيدو ندخلوها للثلاجه تاني تشد روحها باش نقدو نقلاصوها. نسكتها مليح بهذا الشكل وندخلها الثلاجه نسقدو كامل الحبات بهذه الطريقه. نديرو حبات يكونوا كاع قد بعضهم البعض. انا نكمل بهذه الطريقه نكمل كامل الحبات اللي عندي وندخلهم للثلاجه يشدوا رواحهم مليح ومن بعد نتلاقوا مع بعض نديروا التزيين النهائي تاع الحلوى تاعنا. والعجينه الزاوجه اللي بقات لنا درت لها كميه من حلوى الترك زدت لها في الداخل وزدت لها ثاني كميه من الكوكاو اللي يكون محمص ونديرها كرات بهذه الطريقه. الطريقه هذه سهله على بالي بلي كاع تقدروا ديروها. ثاني كنديرها في بلا هكا بهذا الشكل وندخلها في المجمد تجبد ونرجع مع بعض نديروا طريقه تزيين اخيره. هنايا بعد ما برد لنا الحشو تاعنا درنا مع شكل سيكار جمدونا مليح كما راكم تلاحظوا خرجتها من المجمد. نجيبو كميه من الشوكولا. ماذا بيكم كان درتو الشوكولا السوداء كما تعرفوا درنا حلوى الترك درنا العسل درنا شويه حلاوه نديرو الشوكولا السوداء باش نكاسو هذيك الحلاوه تاعنا. نجيبو جوج كارفويات فراشات نغلاصو الحبه كامل نغلاصوها مليح نحاولوا نشفوها مليح نحطوها في ورقه طاي باش تنشف لنا مليح بهذه الطريقه. نعطيكم حبه واحده اخرى نغطسو الحبه تاعنا كامل بهذه الطريقه حتى نكمل كامل الحبات. نتوما لي سيكار تاعكم تبغوا تكبروهم تبغوا تصغروهم. انا هذا الحجم اللي ولمني
ونخليهم على جهه كامل حتى يبردوا تماما. ومن بعد نبداو نخدموا النوع الثاني. دروك نروحوا للنوع الثاني. النوع الثاني جبنا كميه من الشوكولا بالحليب، ذوبناها عادي فوق حمام مائي بدون اي اضافات كيما درنا الشوكولا الاولى، ما درناها والو، ما قل درناها مغرف تاع زيت فقط. هذه درنا ملعقه تاع زيت فقط، خلطناها مليح ونضيف لها كميه من البندق محمص، ولا تبغى الكاكاو يكون محمص ومرحي. ننصحكم انكم كديروا كاكاو ولا اي نوع من المكسرات غربلوه. هذاك الرقيق ما ديريش، هذاك الغليظ هو اللي تحطي فيه. انا بهذه الطريقه تحصلنا على كلاصاج طافي روشي كما تعرفوه. ونرمدو تاني الحبه بنفس الطريقه كما درنا الاول. نحاول انا نمرض السوائل مليح ونديروها فوق ورق الطهي نشف. ماذا بكم الحبات تاعكم تكونوا داخلينها في المجمد، تكونوا شدوا رواحهم مليح باش كي تبغوا تكلاصيهم تجيكم طريقه سهله وبالخف ينشفوا لكم. بهذه الطريقه انا غادي نكمل كامل الحبات بنفس الطريقه ونوريكم النوع الاول باذن الله. ها هو النوع الاول. بعد ما جبت درت لها خطوط من الشوكولا البيضاء ولتنا على شكل حبه تاع سكر. انا غادي نكمل كامل الحبات تاعي اللي عندي. نتلاقوا ان شاء الله باذن الله نشوفوا حلوتنا تاعنا اليوم في صحن التقديم. وهذا هو الشكل النهائي تاع الحلوه تاعنا بعد ما زينتها شويه من الورقه الذهبيه، وكذلك زيتها عند ذلك بالشوكولا بيضاء، درت معها شويه تاع لوز يكون محمص ومطحون، وزينتها بورق الشوش. وهذاك هما السيكار اللي خدمناها مع بعض. دوك نقسم لكم الحبه باش تشوفوا الشكل تاعها كي جا داير من الداخل. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم، نتمنى ان شاء الله تجربوها. دوك معايا نقول لكم الى الملتقى الى فيديو اخر ان شاء الله. سلام.